السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الديك الرومي دوت. هنشوف ازاي تبلناه وحشيناه. انا جايبة ديك رومي متوسط مش كبير، حوالي 4 كيلو صافي. نضفته طبعا ونقعاه بمحلول النقع، مية وليمون وسكر وملح من بالليل. دي برتقانة بشرت قشرتها وعصرتها. ودي التوابل اللي انت حباها، دي بابريكا مدخنة، جوز الطيب، بصل بودر، فلفل اسود، كاري، اللي انت عايزاه حطيه. اللي بتحبي طعمه في الاكل هحطه على عصر البرتقانة والبشر بتاع القشر بتاعها، وهحط عليهم ملح ومعلقة صويا صوص، وهتبل بيه الديك من بره ومن جوه وادلكه كده لغايه ما يتشرب التتبيله، وهسيبه قد ساعتين 3 في التتبيله. انا هعمله الصبح وهسويه طبعا على العصر كده، فهسيبه الوقت ده كله بالتتبيله. هنحط طبعا التوابل زي ما احنا حابين. انا حطيت شويه كاتشب كمان، الكاتشب بيديله طعم حلو ولون كمان. لو عندك عسل ابيض يا ريت كمان حطي معلقه، بتديله طعم حلو جدا. شويه زعتر، شويه ريحان، وهنقلب كل ده مع بعض. وعصرت عليهم ليمونة، الليمونة عشان بتدي مزازة مع البرتقانة. وهندلك طبعا كل الديك من بره وما بين اللحم طبعا وبعضه بالتتبيلة ديت، هتديله طعم جميل ولون حلو. كمان لو حابة تحطي معلقتين زبادي ولا حاجة معاها ممكن برضو، لان بيديله طراوة. بس هو الديك مش عجوز يعني او مش كبير ضخم، هياخد سوا جامد. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا، وهبدأ بقى أدلك من بره ومن جوه. أنا هلبس بس جوانتي في إيديا. أنا مش متعودة أشتغل من جوانتي طبعا معاكم، بس عشان كان عندي جرح في صباعي فمش هنفع أحط إيدي في الليمون. أنا حطيت دول في الآخر، شوية زعتر على شوية ريحان. بس كده تتبيلتنا جاهزة. هدلكه بقى كويس جدا من بره ومن جوه وما بين اللحم والجلد. هحط صوابعي كده من جوه، أفتح وأحط من جوه وفي قلبه طبعا. طبعا التتبيلة دي هي اللي هتديله الطعم، فلازم تشربيه من كل مكان زي ما بنعمل طبعا اي طيور، بط او حمام او حاجة، برضو بنتبله بنفس الطريقة. انا قلت بقى اعمل حاجات مختلفة. كل حبايبي في قنوات اليوتيوب عملوا بط وعملوا وحشوه بورق العنب، ما شاء الله عليهم. تسلم ايديهم. انا قلت بقى اعمل تغيير شوية، يعني جبت ديك رومي وهحشيه فلفل وورق عنب، وهحط كده كام كوساية على قد ما هو يقضي. شايفين من جوه كله. هحط التتبيلة طبعا من كل النواحي. هي دي بقى اللي هتدينا الطعم واللون. فانت كل التوابل اللي بتحبيها حطيها مع البرتقانة ديت والليمونة. ولو حابة تحطي كمان معلقتين زيت او حاجة ماشي براحتك، لكن انا هحط حتة مكعب زبدة كده مع المحشي جوه قلبه. نص البرتقانة التاني بقى انا هعصره كده جواه عشان يبقى قلبه حلو، مفيش ريحة زفرة ولا اي حاجة، مع ان انا نقعاه من بالليل ومفيهوش اي حاجة وزي الفل. ده بقى بيدي طعم جميل جدا مع ورق العنب. كده بقى بعد ساعتين 3 خلاص بقى احنا داخلين على العصر، فانا هحطه في الفرن. وحشيت المحشي وجهزته. هرص بقى كده جواه. انا منقيه طبعا في قرون الفلفل. انا ما بحبش احشي الفلفل الكبير، انا منقيها صغيره علشان كمان اعرف ارصها. ودي قرن فلفل حامي حشيته برضو عشان يدي طعم. هرصهم بقى كده كلهم جواه ورق العنب، وهحط كوسايه او 2 على قد ما يقضي. رصيه عادي جنب بعضه، هو ما شاء الله هيستوي كله. انا ولا هسلقه ولا اي حاجه عشان ما دربكش نفسي. انا بعد كل ده هروح حاطه الديك كله في ورق، في كيس حراري، ومعاه ورقتين لورا على فصين حبهان على فصين مستكه، وخلاص على كده. وبقيه المحشي طبعا اللي انا لفاه هسويه في حله.
ايوه لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. هو ما شاء الله خد حبة حلوين يعني، دول لما فضيتهم عملوا طبق كبير، والباقي طبعا انا مليت حلة وسويتها. بس طبعا ده بياخد من طعمه من جوه بيبقى جميل جدا. هحاول بقى اكتف الرجلين عشان ايه اعرف المه، وحطيته جوه الكيس، حطيت معاه جزرايه، ورقتين لورا، ليمونه، وحطيت كله جوه الكيس وربطته. الجزء ده ما اتصورش يعني وانا بدخله جوه الكيس، بس انا حطيته جوه وربطت الكيس كويس وعملت فيه فتحتين، وحطيته كله على بعضه في صينيه وهدخله الفرن. طبعا الفرن لازم تكون سخنه جدا عشان يدخل على درجه حراره عاليه. هتحطيه في ارضيه الفرن شويه، اول ما تلاقيه بيغلي هترفعيه على الشبكه. طلع بالمنظر ده، لا حمرت ولا سلقت ولا اي حاجه. شايفين لونه في منتهى الروعه. وادي المحشي الصباع بصباعه زي ما هو، وادي قرن الفلفل كله استوى ما شاء الله، والكوسايه وورق العنب والفلفل ما شاء الله. طبعا هو سخن جدا، انا مش عارفه اطلع منه، لكن انا بوريكم الكام واحد اللي بره. بص مفيش حاجه اتكسرت ولا طلعت رز ولا اي حاجه. شكله جميل وسهل ولونه حلو من غير تحمير ولا اي حاجه. يعني فعلا الكيس الحراري ده راحه جدا ان شاء الله. بصوا حتى العظم بارز ما شاء الله من اللحم، استوى يعني على الاخر. جميل، كان جميل جدا، وخد في الفرن حوالي ساعة ونص. اتمنى يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم ورحمة الله.